سيدي لامين نياس 1950-2018 هو مفكر وصحفي سنغالي بارز وأحد الشخصيات المؤثرة في الإعلام الإسلامي بغرب إفريقيا. ولد في كولخ لعائلة نياسية عريقة اشتهرت بالعلم والصوفية، وتلقى تعليمه الديني منذ صغره إلى جانب انفتاحه على التعليم العصري. أسس مجموعة والفجر الإعلامية التي تضم إذاعات وصحفاً وقنوات تلفزيونية، كان هدفها تعزيز حرية التعبير والدفاع عن القضايا الإسلامية والإنسانية. اشتهر بدعمه للقضايا العادلة ومناصرته للوحدة بين المسلمين، ودعا إلى التفاهم بين الأديان والثقافات. بفضل تأثيره الإعلامي والفكري، ترك سيدي لامين نياس إرثاً غنياً يشهد له بالكفاح من أجل مجتمع عادل ومتوازن، ولا يزال يذكر كأيقونة للصحافة والنضال في السنغال.